مساء الفل. حاجة مهمة جدا جدا لازم تعرفها قبل ما تشتري ترابيزة السفرة. ترابيزة السفرة هتلاقي فيها حاجتين مهمين جدا، يا إما موجودين على رجول يا إما موجود على جزيرة زي دي. في الأغلب دلوقتي بقت الناس كلها بتعمل الجزيرة علشان ليها مميزات كتير. طيب لو موجود على رجول لازم ناخد بالنا كويس جدا جدا من الحزام اللي بيبقى موجود ورابط الأربع رجول ببعض، وده بنسبة كبيرة بيثبت الترابيزة كويس جدا. طيب لو الحزام ده مش موجود أو الأفضل هنحتاج ان احنا نتاكد من متانه الترابيزه، هل هي متينه فعلا هتستحمل وتعيش معايا ولا هي مش متينه. وده هيظهر معايا ازاي؟ ههز الترابيزه، لو الترابيزه كان فيها بوش او لقيتها بتتحرك فده معناه ان هي بتتحرك، حتى لو بتتحرك قليل دلوقتي بعد 6 شهور هيكون فيها مشكله كبيره جدا. طيب الجزيره هتلاقي اغلب السفر اللي فيها جزيره هتلاقيها ثابته وهتلاقيها ما فيهاش مشكله دي، لان طبعا الرجول بتبقى في الاطراف وبالتالي تثبيتها ما بيبقاش احسن حاجه. وكمان الجزيره دلوقتي بقى بيستخدموها في حاجات كتير زي اماكن للتخزين زي ما موجود في السفره دي. فخلي بالك علشان انت بتشتري حاجه للعمر، خلي بالك من الفكره دي، يا اما جزيره يا اما رجول. لو رجول تبقى ثابته وكويسه. هستناكم تعملوا متابعه علشان اقول لكم على حاجات كتير جدا مهمه موجوده في البيت تاخدوا بالكم منها وانتم تشتروه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناه اليوتيوب جوه البيت، دايما هنكون معاكم عشان تختاروا افضل حاجه للبيت.